السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى الفيديو تاع اليوم يلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم راح نشارك معاكم هذا الوصفة الرائعة، هذا خبزة القطايف ولا القطايف رويال اللي همة وشان وشكل وبنة، حاجة اللي تحمري بها وجهك بين ضياف ولا حتى في سهرة عائلية مع سهرة رمضانية وأي مناسبة سعيدة. كيما تقدري تديها معاك في أي مناسبة خاصة، باسكو فريمون حاجة في القمة، الشكل تحفة والبنة بلا ما نهدر عليها. بلا ما نطول عليكم نبداو الوصفة ونقولوا بسم الله. هنا عندي كمية تاع القطايف، انا هنا ما كانوش في الكونجيلاتور. هادو القطايف هذوك اللي تقدري تخليهم همام على برا غير في الثلاجة، في الفريجيدر عادي. ديت 500 غرام. هنا استعملت المولة طاقت اللي راني دهنتو كامل بالسمن، ماشي ذايب السمن، يكون غامولي هكذا باش ما يسيليش لي كوتي، باسكو هاد المول تاعي لا طاقت هذاك اللي يتنحالو القاع تاعو. كيما راكو تشوفوا هنايا راني بديت نرحيهم، مش راح نرحيهم مليح مليح حتى يولي لي بودره، ولكن نخليهم شويه كيما راهو باين في الصوره. هنا بعد ما رحيتهم راني دايرتهم في جفنه، وراح نضيف ملعقه ونص معمره تاع لافاني، وضفت ملعقه تاع الاكل تاني معمره سكر كلاص. نخلطهم مليح. من بعد راح نضيف 300 غرام تاع السمن اللي يكون ذوبته وبارد. كيما تقدروا ديروا خليط بين السمن ولا مارغارين، ولكن لا مارغارين تاعكم غير ذوبوها، ولا درتو خليط ذوبوها خلوها حتى تبرد ونحولها كامله داك الماء اللي فيها، من بعد عاودوا تستعملوها. انا هنا درت غير السمن 300 غرام، جاتني سوا سوا. فوالا كملت كامل الكميه اللي عندي. كيما شفتوا راني نخلط خفيف. هنا دوك راح نقسمها على زوج. راح ندير الطبقة الأولى من القطايف في المولة طاقت لي القطر تاعو 26 حتى 27. كيما قلت لكم هذا المول هذا يتنحالو القاع تاعو هكذا يجيكم ساهل، حتى في المول العادي يجيكم ساهل باسكو راح تقلبوها. شوفوا راني ندير الطبقة الأولى وممتو راني نضغط على القطايف هكذا باش ما يتفتحولناش بيان سور ويمدونا الشكل شباب ويجو متحوفين. تقدروا تستعملوا كيما راني ندير انا بالكاس، ولي كوتي غير بيديكم باش يمدونا هذاك الشكل تاع المول. وراني نكمل كامل نضغط بيدي. فوالا دوك هنا عندي الحشو. انا استعملت هنايا كيما قلت لكم هاد الخبزه تاع القطايف ماشي ليا اللي درتها، كنت ديتها معايا. الوغ هنا استعملت لوز وجوز. درت 100 غرام تاع اللوز و50 غرام تاع الجوز. درت ملعقه تاع الاكل سكر، وضفت لشويه تاع لافاني والمزهر. كيما شفتوا ضفت كميه قليله تاع المزهر، لازم يجي مفتول كيما اللي نديرو البقلاوه، ما يجيش معجن. ونصرحكم بلي ماشي كل يوم نديرها لوز وجوز. هذه كيما قلت لكم ديتها معايا، من بعد راح تشوفوا لوين ديتها في يدي. كان لازم ندير عليا حاجه فيها قيمه، ولكن كي نحب نديرها في الدار وما يكونش عندي اسمحوا لي ما يكونش عندي لوز وجوز، واش ندير 150 غرام تاع الكاوكاو بقشورو، نحمسو خفيف في الفور، ونضيف 50 غرام تاع الجوز. راح يزيد تاني واحد البنه والله مش راح يبان كامل الذوق تاعو ولا الكو تاع الكاوكاو. تزيدوا ملعقه تاع لافاني ومغرفه تاع السكر والمزهر وديروه وادعولي. جربوها بالكاوكاو
وكميه قليله برك تاع الجوز. لو كان تشرو غير قيس 10,000 تشوفوا واحد البنه، واش نقول لكم والله ما يبان كامل كاوكاو. كيما شفتوا هنايا راني درت الطبقه الثانيه ومام طون راني نضغط باش تجي الشكل تاعها مفيني كامل وشباب وما تجيش متشنشفه. كيما شفتوا راني نضغط مليح. انا في هذه المرحله راني شعلت الفوق تاعي باش يسخن. باسكو هنا خبز القطيف تاعنا راهي واجده. هنا راني كملت كامل كميه تاع القطايف اللي عندي. نتوما بيان سور الا المول تاعكم صغير، على هذا تقدروا ديروا غير 300 غرام، 300 حتى ل 400 على حسب المول تاعكم. هنا شوفوا هذا المول باسكو فيه القاع تاعو كيما قلت لكم يتنحى هكذا باش ما يخرجليش كامل السمن هذاك. راني درتو في سنيوه ولا بلاطو اللي يدخل للفوق. هنا كنت ذوبت قسم ب4 حتى ل5 ملاعق تاع السمن، وراني ندير كميه لاباس بها من الفوق. دوك ما بقى لي غير ندخل القطيف تاوعي نص ساعه حتى 40 دقيقه يديو هذيك التحميره الشابه. انا الفوغ اللي عندي فونتيلي، واش درت شعلت من التحت حتى بدا يتحمروا لي كامل، بدا تحمر لي في لي كوتي. من بعد عاود شعلت لو فونتيلاتور باش تكمل لي هذيك التحميره من الفوق. هنا كيما راكم تشوفوا راني نحي كامل هذاك السمن الزايد بعد بيان سور ما يطيب لكم ويخرج كامل من هذوك لي كوتي تاع البلاطو. راني نحيه هكذا كي نعسلوه ما تقعدناش كامل هذيك الزياده تاع السمن. هنا واش درت، هنايا عندي خليط بين السيغو والعسيله. درت 2 كيسان تاع الماء مع كاس تاع السكر، درتهم فوق النار غير بداو يغلاو هذاك الماء والسكر 10 دقائق. حسبت ال10 دقائق للسيرو هذاك بعد الغليان طفيت له. من بعد ضفت له كاس تاع العسيله. انا هنا استعملت المرجان. كيما قلت لكم درت 2 كيسان تاع الماء وكاس تاع السكر، حركتهم في كسرونه درتهم فوق النار غير بدا يغلى هذاك لو سيرو تاعي. حسبت له 10 دقائق وطفيت عليه على نار تكون متوسطه. من بعد ضفت قريب كاس ماشي معمر مليح، قيس ان دوا ناقص. ضفتو عسيله، انا استعملت عسيله المرجان خلطتهم وراني عسلت بيهم خبزه القطايف وجاوني معسلين للقلب. وماشي هذيك العسيله اللي تجي بزاف فايضه، حتى من بعد القطايف تاعكم تجي بزاف هكذاك مشربه وتقهم هكذاك. هذا الكيله اللي مديت لكم والكميه راح تتشرب لكم وتجيكم تقرمش وتقعد لكم تقرمش لمده طويله. هنا واش درت قيس 2 ملاعق تاع الاكل عسيله، ودرت ملعقه معمره تاع الجليكوز سخنتها فوق النار، ودرت الفواكه ولا المكسرات اللي درتهم لداخل. استعملت كميه تاع اللوز بقشورو واللوز الابيض وكميه تاع نواد كاجو وكميه قيس حبيبه برك تاع جوز. هذا للتزيين ما يديلكمش كميه كبيره. نتوما بيان سو التزيين ديروا على حسب واش عندكم. كيما شفتوا مادام سخن لي هذاك مازالو سخون هذاك لو سيرو الخليط تاع العسيله والجليكوز، حكمت البانسو راني فوت كامل على القطيف من الفوق هكذا. كي ندير المكسرات راحين يشدوا لي. درت هذه الطبقه كيما شفتوا راني درت داير كميه تاع بيستاش ولا ديروا له فو بيستاش نتوما على حسب واش عندكم. درت البيستاش اللي رحيتو ما رحيتوش بزاف خشين خليتو كونكاسي. راح نزيد نفوت بالبانسو هذاك الخليط تاع الجليكوز والعسيله. فوالا كيما راكم تشوفوا. وهنا التزيين يبقى اختياري، تقدروا ديروا غير كميه قليله تاع المكسرات واش اللي حاضر عندكم في الدار بيان سور. كيما شفتوا دوكا راح ندير حبه تاع اللوز بقشور وحبه تاع اللوز ابيض، ندير حبه بحبه حتى نكمل كامل
والمكسرات بيان سور اللي استعملتهم انا حمصتهم شويه في الفوغ، داو لي برك هذيك قيس 5 دقائق برك بلا ما يتغير اللون تاعهم بيان سور. نكمل كامل اللوز اللي يبقى لي. فوالا نزيد ندير هذاك الخليط تاع الجليكوز والعسيله هكذا باش نضمن بلي المكسرات تاوعي مش رايحين يطيحوا بعد نهار ولا يومين، هكذا رايحين يشدوا. هنا ثاني راح نفوت كامل الكميه تاع البيستاش اللي مرحي خشين. هذه هي خبزة رويال اللي لازم يكون شكلها تحفة بالمكسرات. واش نقولكم جات ما شاء الله، وصراحة اللي وديتها معايا كانوا فرحوا بيها بالبزاف وعجبتهم سيغتو عجبتهم، هذاك هو الصح. هنا راح ندير حبيبة تاع الجوز، دوكا مبقى لي راح ندير غير نواد كاجو نديرو في الوسط، وخبزة القطايف تاعي بخاسك راهي واجدة. هنا في الاول كنت درت البندق لي نوازات، من بعد شفت بلي ما بانش بين هذاك الجوز وليت نحيته ودرت لي نواد كاجو. فوالا خبزة القطايف تاعي راهي واجدة، كيما تقدروا ديروهم ديروا خبزة القطايف هذو ديروهم فرديين في ليمول هذوك انديفيديال. شوفوا ما شاء الله جات تحفة جات روعة، ولكن للاسف ما نقدرش نقسمها معاكم باسكو كيما قلت لكم هذه ديتها معايا، من بعد راح تشوفوا لوين ديتها. ولكن نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة السهرة رمضانية، راح تشيلوا كمية قليلة تاع المكسرات كما يقولوا 20 ألف، وانتوما درتو خبزة القطايف اللي راح تزهوا بها أفراد العائلة ولا حتى الضياف اللي ولا جاكم تحمروا بها وجوهكم. نتمنى الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم خياتي، ولا عجبتكم ما تنسونيش باللايك والبارطاج، بارطاجيو هذه الوصفة الماكسيموم باش يستفاد الجميع من هذه الوصفة الرائعة، ونتلاقاو في الفيديو بروشان ان شاء الله. وبلا ما تنسوا خياتي كنت شاركت معكم عدة وصفات للمعسلات للشهر الكريم، من القطايف المحنشة المقروط بأنواعه، عندي لي كورني بسبوسة رويال. اللي يحب يشوف الفيديو ولا المشتركين جديد يدخلوا لقناتي في اليوتيوب، راح يكونوا عدة وصفات اللي كنت درتهم ديجا معاكم وشاركتهم معاكم.
نتمنى تجربوا هذه الوصفات الرائعة للشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. وما بقى لي غير نقول لكم تلاقاو في الفيديو بروشين مع وصفة جديدة إن شاء الله.